المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس يضع أكاليل الزهور بمناسبة ذكرى عملية فنقل. سكان منطقة إيدربا يؤكدون تعزيز مساهماتهم في البرامج التنموية. لقاء مع المزارعين لتوسيع زراعة بذور القمح المحسنة في مديرية مندفرة. الجيش المصري يشن عملية عسكرية شاملة في سيناء. إسرائيل تسقط طائرة إيرانية دون طيار وتضرب أهدافا بسوريا. وعاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وضع فخامة الرئيس إسياس أفورقي اليوم 10 من فبراير الجاري أكاليل الزهور لذكرى شهداء فنقل بمقبرة الشهداء بمدينة مصوع. ووضع أكاليل الزهور في المراسيم التي جرت في صباح اليوم باسم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سكرتير الجبهة سيد الأمين محمد سعيد، وباسم وزارة قوات الدفاع هيئة الأركان العام الفريق فيليبوس ولدي يوهنس، وباسم الاتحاد الوطني للمرأة رئيسة الاتحاد السيدة تخآتس فميكائيل، وباسم إقليم شمال البحر الأحمر المدير التنفيذي للإقليم السيد كبروم عند ميكائيل، وباسم مدينة مصوع مدير المديرية السيد حيلي أسفحام. وأوضح مراسلو وكالة الأنباء الإريترية تواصل فعاليات ذكرى عملية فنقل 28 التي افتتحت رسميا أمس 9 من فبراير تحت شعار فنقل بشارة التحرير. يحتوي البرنامج على المنافسات الرياضية والثقافية وعروض فوتوغرافية وسرداخ أهلية وعروض الأزياء. عبر سكان ضاحية إيدربا عن جاهزيتهم لإنجاح البرامج التنموية الجارية في ضاحيتهم بتعزيز مساهماتهم الأهلية. أكدوا ذلك في الزيارة التفقدية التي قامت بها لجنة التنمية والتصدي بقيادة حاكم الإقليم السيد علي محمود في 8 من فبراير الجاري إلى مؤسسات الخدمات الاجتماعية النشطة، واللقاء الجاري للتعرف على البرامج الموضوعة للتنفيذ مستقبلا. وأشاد السكان بالخدمات التعليمية التي يتلقونها، مناشدين بتقديم دعم آلي لصيانة طريق يربط منطقتهم بضاحية حليب منتل البالغ طوله 18 كيلومترا، بالإضافة إلى بناء مركز صحي يتلقون فيه الخدمات الصحية عن قرب. وأجرت لجنة التنمية والتصدي في الإقليم مباحثات مكثفة مع الجهات المعنية ضمن الزيارات التي قامت بها إلى مختلف مناطق الإقليم لحل إشكالية متطلبات المياه، ودعت للحفاظ الجيد على السيول واتخاذ قرارات سريعة ونشطة لضمان مصادر المياه. وصرح مدير ضاحية إيدربا السيد سمعون بخرزين لوكالة الأنباء الإريترية عن وجود قرى يقطن فيها 3000 مواطن، مؤكدا جاهزية سكان تلك القرى للمساهمة الفعالة من أجل حل إشكاليات الخدمات الاجتماعية التي تواجههم. هذا وتقع ضاحية إيدربا على ارتفاع 1650 مترا عن سطح البحر، وتبعد عن ضاحية حليب منتل من جهة الجنوب الشرقي 18 كيلومترا. نظم في 8 من فبراير الجاري لقاء مع المزارعين لتوسيع زراعة بذور القمح المحسنة التي جربت في العام الماضي في مديرية مندفرة، وأنتجت أكثر من 30 شوالا من الهكتار الواحد في ضاحيتي كودوفلاسي وكلولع. وكان الهدف الرئيسي من اللقاء الذي شارك فيها الخبراء الزراعيين القادمين من المكتب المركزي لوزارة الزراعة ومكتب الوزارة في الإقليم الجنوبي هدف إلى تحسين معيشة المزارعين بتطور الإنتاج والإنتاجية. وقدمت دعوة لإبداء المزارعين تعاونهم من أجل زراعة بذور القمح المحسنة في مساحة 50 هكتارا في الخريف القادم. إن بذور القمح المحسنة المعدة للتوزيع على المزارعين جربت في العام الماضي في مزارع 13 مزارعا، وقد جني منها حصاد وفير، ووضع برنامج لزراعتها هذا العام في مزارع 60 مزارع بضاحيتي كودوفلاسي وكلولع. وأوضح مدير مديرية مندفرة السيد حزقياس وهبت بأن زراعة البذور المحسنة بالتنسيق مع أنشطة حفظ المياه وحماية التربة تجني حصادا وفيرا، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت للمزارعين كافة المتطلبات وعليهم تسميد مزارعهم مسبقا. وقدم المزارعون بدورهم أسئلة واستفسارات حول تنفيذ البرنامج، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح المهام.
صرح قائد الشرطة في إقليم عسب العقيد لبسو تسفى ميكائيل في السيمينار الذي عقده في 5 فبراير الجاري لطلاب مدرسة حقات الزراعية والفنية بأن حملات التعبئة الجارية لتعزيز المعرفة القانونية تحقق نتائج جيدة وتعزز أهمية مواصلة تلك الحملات بشكل واسع. وذكر العقيد لبسو انخفاض ظاهرة الجرائم المسجلة بالإقليم في عام 2017 بنسبة 5% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما لم توجد ظاهرة جرائم مخيفة في الإقليم حتى الآن. وقال إنه يجب العمل بشكل منسق لمضاعفة النتيجة المحققة، داعيا الشباب لوراثة القيم المجتمعية وتعزيز مساهماتهم ومشاركاتهم لضمان مستقبل مشرق. وفي التقرير الذي قدمه فيما يتعلق بالحوادث المرورية وأضرارها، أوضح وفاة 17 شخصا في 439 حادث مروري وإصابة 235 مواطن بإصابات بالغة وطفيفة وخسائر مالية في الممتلكات تقدر ب8 مليون نقفة، داعيا سائقي المركبات لتحمل المسؤولية في كافة تحركاتهم واحترام القوانين المرورية. دعا أعضاء لجنة الآباء في مدرسة دهلك بمديرية تيرافولو في العاصمة أسمرة إلى تعزيز دور المجتمع الرئيسي في العملية التعليمية، وذلك بعد أن تم صيانة واكتمال البنية التحتية الأساسية للمدرسة بمشاركة ومساهمة المجتمع الفعالة. واشتمل البرنامج على صيانة الجزء المحطم لسور المدرسة وغرف تجمع المعلمين، بالإضافة إلى صيانة خزان المياه ودورات المياه، وكذلك تنظيف سور المدرسة. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، أعلنت القوات المسلحة المصرية حالة التأهب القصوى في شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية لشن عملية شاملة تستهدف العناصر المسلحة. وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، وذلك من أجل القضاء على العناصر الإرهابية. وأضاف أن القوات المسلحة والجيش رفعوا حالة التأهب القصوى على كافة الاتجاهات الرئيسية، وأن عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي لغرب وادي النيل. وقال المتحدث إن القوات البحرية وقوات حرس الحدود تشارك أيضا في تنفيذ الخطة. قال الجيش الإسرائيلي إن نيرانا سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراتها بعدما اعترضت إسرائيل طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافا إيرانية هناك. وأظهر مقطع مصور من شمال إسرائيل ما يبدو أنه حطام طائرة بيضاء منتشر على الأرض، وهذا أحد أخطر الحوادث التي تشمل إسرائيل وإيران وسوريا منذ بدء الحرب الأهلية السورية قبل نحو 8 أعوام. وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن طائرة واحدة فقط من طائراته أصيبت أثناء مهمة لقصف منشأة إيرانية كانت قد أطلقت طائرة بلا طيار من سوريا. وكان الإعلام الرسمي السوري قال نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية فتحت نيرانها ردا على عدوان إسرائيلي ضد قاعدة عسكرية وأصابت أكثر من طائرة. اجتاحت عاصفة ثلجية شديدة أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي، مما أدى إلى تساقط ثلوج بلغ منسوبها 23 سنتيمترا وإلغاء مئات الرحلات الجوية مع توجهها شرقا لتهدد نيويورك بتراكم كميات كبيرة من الثلوج وهبوط درجات الحرارة. وتسبب تساقط الثلوج في عشرات من الحوادث أو حوادث السيارات على الطرق السريعة في شيكاغو، بينما واجه سكان ثالث أكبر مدينة أمريكية صعوبة في ظل استمرار العواصف التي امتدت من غرب مونتانا إلى جنوب ميشيغان. وقال موقع يتابع حركة الطيران إن نحو 1250 رحلة جوية أمريكية ألغيت، وتم إلغاء واحدة من بين كل 5 رحلات مغادرة أو قادمة إلى مطار شيكاغو. وتسبب سوء الأحوال الجوية هذا الأسبوع في سقوط عدد من القتلى في حوادث بالغرب الأوسط، بينهم 2 في أيوا و2 في ميزوري و1 في مونتانا، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية بهذه الولايات.
مر كويكب جديد يبلغ حجمه قرابة 40 مترا واكتشف منذ 5 أيام قرب الأرض على مسافة 64 ألف كيلومترا دون أن يشكل أي خطر. وقال مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية إنه لم تكن هناك أي فرصة لتصادم الكويكب الذي أطلق عليه 2018 CB بالأرض. وقال إن الكويكبات في مثل هذا الحجم لا تقترب عادة بهذه المسافة من كوكبنا، ربما تمر مرة أو مرتين في العام. وعلى الرغم من أن مرور الكويكب عند هذه المسافة القريبة من المنظور الفلكي فإنه لن يشكل أي خطر على الأرض. وقدر حجم الكويكب الذي رصده أيضا برنامج كاتالينا سكاي سيرفاي بنحو 15 إلى 30 مترا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.